السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة وصفة جديدة. هعمل معاكم جمبري. بكم طريقة بقى. هعمل معاكم جمبري بالملوخية بالجمبري. هعمل معاكم ان شاء الله جمبري بالرز. هعمل معاكم، هتشوفوا معايا تفاصيل كتير للجمبري النهاردة. بصوا انا نقعاه في مية دلوقتي وهنضفه. يا دوبك بس انتي هتشيلي ال القشر بتاعه ده، وهتشيلي الخط الرملي اللي ورا ده بإبرة او بخلة او اي حاجة، وهتنقعيه كويس في المية بليمون. وهقعد بقى انضفه. بس انا نضفت كام واحدة كده وانا واقفة دلوقتي. هقعد بقى انا انضف بقى الكمية ما شاء الله بتاعتي دي. انا جايبة كيلو. يلا يا حبايبي، احنا نضفنا الجمبري بتاعنا اهو. عايزه بس اوريكي ان انتي تنظيفه سهل خالص، ان انتي تشيلي القشر بتاعه والخط الرملي اللي ورا ده. هتشيليه بقى ازاي؟ بشوكه كده. هتروحي عامله كده وايه، وتروحي مطلعاه كده بايدك وتسحبيه فيه. هتطلعيه مفيش خلاص، تروحي سحباه كده. وممكن برضو من ورا كده برضو تشوفيها في حاجه تشيليها او تسحبيه، هيطلع معاكي. ماشي. احنا بقى عايزين نتبل الجمبري بقى بتاعنا الحلو ده. هنحط هنا في الهون بتاعنا قرن فلفل. حطينا هنا الفلفل بتاعنا. هنحط بقى التوابل اللي هي مش اكتر من كده. ملح، وده كمون، معلقه كبيره كمون، ومعلقه فلفل اسمر، ودي شطه وبابريكا. هنحط البهارات دي. يلا بقى دقينا الخلطه بتاعتنا كده، نعمناها. ننزل بيها معلقه توم حلوه كده، حلوة قوي كده. تمام. وهننزل بقى نتبل الجمبري بتاعنا ده ونسيبه. ننزل كده التتبيله بتاعتنا الحلوه دي على الجمبري ونتبله. وهنا ده اللي هعمله معاكم صينيه. هنسيب بقى الجمبري بتاعنا ده يتبل لحد ما نقطف بقى الملوخيه بتاعتنا دي ونوريها لكم بقى. يلا بقى خلصنا تخريط الملوخيه بتاعتنا ونعملناها كده. يلا بقى نقوم نعمل باقي الحاجه. يلا بقى نعمل الصينيه اللي انا قلت لكم عليها. هنحط هنا الطرنشات بصل كده. هنا في الصينيه فيها معلقه زيت. هننزل بقى على طول ببرده طماطم مقطعاها كده شرايح. يلا بقى خدت هنا سنه كده تشويحه على النار. هننزل بالجمبري اللي احنا منضفينه. بصوا انا سايباه كده ده عشان ده هعمله صينيه. هننزل بيه هنا ونسيبه دقيقتين بالظبط على النار. وبعد كده هاخده على الشوايه ياخد وش من فوق وبس كده. خليكم معايا. يلا هننزل بقى بليمونه كده فوق الكلام الحلو بتاعنا ده. الريحه فظيعه يا بنات، الريحه فظيعه. يلا بقى نعمل الاهم شيء، الملوخيه بالجمبري. حطيت هنا معلقه زيت. هنزل كده بالجمبري بتاعي فيه. يلا بقى نقلب كده تقلبتين يا دوبك يغير بس لونه كده. وهنزل هنا دي الدقه اللي انا كنت عاملاها اصلا للخلطه. هنزل بمعلقه كده صغيره معاه واقلب. وبعد كده هنزل بقى بالشوربه وهتشوفي. يلا بقى ننزل كده بالمرقه بتاعتنا ميه. تمام كده. وننزل بقى بالمكعب بتاعنا ده. يلا بقى المرقه بتاعتنا كده غليت. انزل بقى بالملوخيه بتاعتنا الجميله دي. يلا بقى نعمل الطشه بتاعت الملوخيه. سمعه الصوت ده ومعلقه كزبره ناشفه. هنحمرهم. يلا بقى ننزل. سامعه ولا تسمعي تاني؟ ايه رايك؟ بسم الله ما شاء الله. يلا كده. اللهم صل على النبي يا سيدي. الله الله على الملوخيه.
الله، شفتي الجمبري؟ شفتي الملوخيه بتاعتي بالجمبري؟ دي تاني وصفه ليا. يلا بقى ندخل في تالت وصفه، بكل ده بكيلو جمبري. يلا بينا. يلا بقى تالت وصفة لينا النهاردة بالجمبري. هنا الدقيق معايا، هنا كوباية دقيق، وهنا هي التوابل اللي احنا استخدمناها في الأول. التوابل هنحط بس معلقة صغيرة لأن هو متبل أصلا وفيه ملح. معلقة صغيرة ملح، كمون، دي بابريكا. هنحط معلقة برضو صغيرة، معلقة يعني صغيرة خالص فلفل أسمر. يلا بقى نقلب كده وننزل. الله، الجمبري بتاعنا ده كده. يلا بقى ننزل بالجمبري بتاعنا كده اللي نزلناه في الدقيق بتاعنا. يلا بقى نطلع الجمبري بتاعنا كده اللي اتقلى. بسم الله ما شاء الله على جماله وعلى ريحته وعلى شكله وطعمه حكايه. بقولك يا حبيبه قلبي، ما تسويش الجمبري زياده يعني علشان ما يعضش معاكي، يا دوبك دقيقتين بس على النار. ايه رأيكم بقى في سفرتي النهاردة دي؟ انا عملت 3 اصناف من كيلو جمبري. عملت 3 اصناف من كيلو جمبري. شوفي بقى دي الصينية اللي انا عملتها، بسم الله ما شاء الله، وهم ريحتها وهم. وانا طبعا كنت عاملة رز ببصل ما شاء الله. وهنا الجمبري اللي احنا قليناه سوا ده تاني صنف. وهنا الملوخية الجميلة بالجمبري. وانا عملت هنا طبعا سلطة طحينة وسلطة طماطم. دي سلطة طماطم برضو. دي طبعا سلطة طماطم مخللة. يلا انا عايزة اوريكي بس كده الملوخية بالجمبري اللي انا هتجنن عليها. بسم الله ما شاء الله. الله الله، ايه الجمال ده؟ الله الله الله، ايه ده؟ ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. الله. طبعا هنا السندوتش اللي انت بتجيبيه من بره. تعالي بقى هنا، بسم الله ما شاء الله، السندوتش اللي بتدفعي فيه شيء وشويه بره، والاكله دي اللي بتدفعي فيها شيء وشويه بره. في صنف واحد انا عملت لك النهارده من كيلو واحد، عملت لك 3 اصناف النهارده. لو هتاكليهم بره هتاكليهم بمبلغ. بسم الله ما شاء الله. يلا لو عجبك بقى الفيديو بتاعي النهارده كده ووصفتي النهارده، لايك بقى حلو منك كده للفيديو بتاعي، وما تستخسريش بقى شير لو عجبك سفرتي النهارده كده، واشتركي في قناتي على اليوتيوب مطبخ شيماء رؤوف بالعربي. واسيبك مع السفرة الجميلة دي، وكنتم مع شيماء رؤوف. مع السلامة. مع السلامة.